مبسوط انت يا بن غفير هالجيت يا ابن 66 كلب، يا زبالي يا متخلف. امبارح قتلتوا 10 في جنين، وقبل هيك قتلتوا عريس قبل ما يتجوز بيوم، وكل يوم بتقتلوا في الفلسطينيين وحاطين راسكم براس جنين. ولك هدول الفلسطينيين انتصروا على التتار وانتصروا على نابليون. افهموا يا حيوانات، ما راح تقدروا عليهم. بتفكروا ما راح ينتصروا عليكم؟ والله غير نوك الهوى منهم لسه. وانا بقول لك كل سكان مدينة اسرائيل اشهدوا دولتنا بطل فيها امان بالمرة، يا اما حنموت كلنا فيها. انا بحملك المسؤولية الكاملة عن كل الارواح اللي راحت منا بسبب تطرفك يا ابن الكلب. خلاص انت هيك مبسوط؟ عملتوا عملية امبارح في جنين وقتلتوا 10 واعتبرتوا هذا انتصار، وكل اللي قتلتوهم ما بشكلوا خطر عليكم، وطنشت كل التهديدات اللي صارت بعد هيك من المخربين. يلا يا حبيبي تلقى على راسك، اللي صار الليله بالقدس راح يكون فاتحة بوابة الجهنم على كل سكان مدينة إسرائيل يا ابن الزنا. ولك شو بدنا في الفلسطينيين؟ اتركهم في حالهم، ما راح يكلمونا. بس انت يا ابن الزنا بتفكر حالك تكون أشجر من شرون، وبدك تعقبت في الأقصى، وبدك تقتل في نابلس وجنين، وبدك تعمل فيها أزعر. يلا هينا أكلنا خرا منهم عشان ترضى. أنا بقول كمان مرة لكل سكان مدينة إسرائيل اهربوا برا إسرائيل، بطل فيها مكان آمن إلكو.